أوقات كتير بتواجهنا وإحنا في المطبخ مشكلات بسيطة، مع إن الحلول بتبقى سهلة جدا. يعني مثلا البيض لما بنيجي نقشره، البيض المسلوق بنبص نلاقي فيه صعوبة، فنعمل إيه؟ نحط قليل من الخل في مية السلة، هنبص نلاقي القشرة اتنزعت بسهولة. كمان الخضروات الورقية اللي بتدبل مننا زي البقدونس والشبت ممكن ان احنا نحطها في كوباية فيها مية ونغطيها بكيس بلاستيك، هنحافظ على سلامتها كأنها لسه جاية بالظبط. البصل لما بنيجي نقطعه وعينينا بتفضل تدمع مننا، ازاي نعمل حاجة تخلينا عينينا ما توجعناش؟ ممكن نحطه في التلاجة شوية قبل ما نبتدي تقطيعه واتفرج على النتيجة. التوم بقى بيبقى صعب علينا تفريزه، طب نعمل ايه عشان قشرته تتشال بسهولة؟ بنحطه في برطمان، والبرطمان بنرجله كويس جدا، نفضل نرج فيه فبنبص نلاقي القشرة انفصلت عنه. اللحمة لو شاطت دي مشكلة كبيرة، نعمل ايه؟ احنا ممكن نحط لها فوطة مبلولة عليها فتسحب ريحة الشياط، وممكن كمان بالسكينة نشيل الطبقة المحروقة وننزلها تاني في مية الشوربة ونسيبها تغلي، ونغير الحلة بتاعتها فايه نتخلص من الشياط بتاعها. شوية اللحمة والدهون اللي بتبقى متراكمة عليها اتخلص منها ازاي؟ اقطع بصلة نصين واركبها في شوكة وابتدي امررها على الشواية وهي سخنة، هتسحب كل حاجة عليها وترجعها لك نظيفة تاني. طب لو الخضار كمية الملح اللي فيه زيادة نعمل ايه؟ يا اما نقطع طماطم ونحطها عليه فتسحب الملح، يا اما نحطه تاني في الشوربة ونكتر المية بتاعتها فالملح يدوب فيها. ونرجو ان احنا كلنا نكون استفدنا بالنصايح البسيطة دي ونحاول نجربها. وشكرا ليكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد.